أنا وحيدة وما عنديش إخوات، وجوزي هو كل حاجة في الدنيا بالنسبة لي، وكنت بقول عليه السند والعوض والكلام ده، خاصة إن بابا موصيه عليا قبل ما يموت. بس من فترة اكتشفت إنه بيخوني وأكتر من مرة كمان، وسمعته وهو بيكلمها من غير ما يعرف. أنا قلت لو قلت له إني عرفت هيطلقني ويرميني في الشارع، وأنا ماليش حد أروح له بعيالي، ولازم أكون مأمنة نفسي الأول أنا وعيالي، ده هم أغلى حاجة عندي. ليه مش بتعمل إعجاب وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات؟ وفي يوم جوزي كان بيكلمها وهو مندمج قوي وما يعرفش إني سامعاه، رحت داخلة عليه فجأة وكنت عايزة أخليه يتوتر ويرتبك. قلت له حبيبي أنا هدفع مصاريف المدرسة بتاعت الولد وعايزة بس تمضيلي على إيصال الدفع هنا، وكنت مخبية الكلام طبعا. راح الباشا ماضي زي العبيط وهو مستعجل وعايزني أطلع بسرعة عشان يكمل المكالمة بتاعته. الحقيقة بقى إن الورقة دي كانت تنازل عن الشقة عشان لما أخلعه ألاقي حتة أقعد فيها، وحطيت تليفون صغير في العربية بتاعته عشان أسجل المكالمات، ده غير المصاريف بتاعت النادي والإقساط بتاعت العضوية اللي بخليه يدفعهم كل شهر عشان العيال يبطلوا يزنوا فوق دماغه. والحقيقة أنا اللي مخلياهم يعملوا كده، ومفيش نادي أصلا، والفلوس دي بحوشها لعيالي.